هي الأسود التي كانت تدخل الرعب بقلب الدول الكبرى، وليس هؤلاء من انحدروا من أصلاب بادو الزاكي وعبد الرزاق خيري والتيمومي وعزيز بودربالة وكريمو وعبد المجيد الضلمي الذين وصلوا إلى كؤوس العالم 4 مرات وأذاقوا المر لمن قابلهم. فأين أنتم يا من سطرتم التاريخ الكروي لهذا البلد العريق؟ وأين أيامكم التي أفرحت القاصي قبل الداني؟ أما مدرب المنتخب فقد عقد مؤتمرا صحفي عبر فيه عن أسفه لانسحاب هؤلاء، وأكد على مواصلة التمسك بالحظوظ بالمتبقي من الأسماء في وقت يحتل المغرب المركز الأخير بالمجموعة العاشرة برصيد 3 نقاط فقط، ومن قبله تقف توغو والغابون والكاميرون. فهل للأسود من صحوة أم الدهر قد أكل عليها وشرب؟ ومن موقعنا نقول بأن البطنة التي أنجبت الأجيال الذهبية قادرة على ولادة المزيد، ولا بد من حل يعيد المغرب إلى واجهة الكرة العالمية.